كان الشيخ حمو من الشياضمة مشى لكازا مازال صغير واستقر تما حتى كبر. كان كيدير التجارة في المواد الغذائية بالجملة. كان عنده شريك سميتو الحاج أمغار نسيبو اللي هو خو مرتو. كانوا متعاونين، واحد في الحانوت والاخر كيشري السلعة من اللوزينات والديبوات الكبار. مع الوقت ولات السلعة كتير عليهم بزاف، داك الديبو ما بقاش كافيهم. تفاهموا وشراو واحد الارض قريبه لكازا، داروا فيها ديبو كبير. الشيخ حمو ما رزقوش الله الولاد، واخا تزوج جوج عيالات، تتزوج المراه الثالثه اللي هي اخت الشريك ديالو. الشيخ حمو عنده الخير كتير بزاف، لكن قلة العوين خلاتو يجيب الحسن ولد خوه من اسفي يبقى معاه ويعاونو. نهار سمع مرتو حامله ما قداتو فرح بزاف. تزاد عنده الولد سماه عثمان، كان مهلاي فيه حتى وصل عمرو 8 سنين. عاد اكتشف باللي راه هو ناقص في عقله. داه للطبيب قال ليه ما عندوش شي علاج. من بعد طاحت مرتو بالسكر، بقات في السبيطار حتى الدم والامانه امانته. بقى مهلاي فيه حتى وصل 18 العام. فكر باش يزوجو، حيت الشيخ حمو كان عنده الغرض باش يخلي شي ولاد. عثمان واخا ناقص في عقلو قال ليه الطبيب راه ممكن يولد. مشى جاب ليه بنت من الشياضمه، زوجو. من بعد 5 شهور المراه هربات عند والديها، ما قبلاتش تعيش معاه حيت ناقص في عقلو كيدير شي تصرفات ماشي هما هادوك. طلقات منه. كان الشيخ حمو مشغول مع ولدو بزاف، داكشي اللي خلاه يتفارق مع شريكو في الخدمه أمغار. تفاهموا وقسموا، جاتو ديك الارض والديبو، والحاج أمغار شد الديبو اللي في درب عمار. واخا قسموا بقات العلاقه مزيانه. واحد النهار قرر باش يعاود يمشي للشياضمه يشوف شي بنت لولدو. ديمارا الطونوبيل، هو في الطريق فاش قرب الاسفي تقلبت به الطونوبيل ومات في كسيده خايبه الله يحفظ. قبل ما يموت كتب وصيه لشريكو باش يتولى المسؤوليه ديال ولدو، حيت كان تيثيق فيه بزاف. الحسن ولد خوه كان سكايري، كان مصاحب مع شي فرملي في السبيطار الكبير. كان تيفكر كيفاش يتهنى من ولد عمو باش يبقى هو الوارث الوحيد، ولكن خايف من الحاج أمغار. وصلت وقت الحج، الحاج أمغار مشى للحج، سمعها الحسن، لقاها فرصة باش يتهنى من عثمان ولد عمو. تفاهم مع الفرملي باش يدبر ليه على جثة ما تكونش معروفة وشهادة الوفاة بسمية عثمان، ويتهلا فيه مزيان. الفرملي قبل ليه الطلب، عطاه واحد الدواء باش يشربو لعثمان، وفاش يكون كيتوجع يجيبوه للسبيطار. فعلا مشى عطاه الدواء، بقى عثمان كيتوجع وجابوه للسبيطار في الليل. خلاه تما حتى للصباح ورجع. خرجوه من السبيطار وداه لواحد البلاد بعيدة على كازا، في واحد الدار مهجورة ديال الحاج الله يرحمه. سد عليه وشد عساس سميتو عمر يقابلو بالماكلة وما يخليهش يخرج، ودار ليه الشهرية مزيانة. ديك الدار قديمة فيها 2 بيوت ومراح ما مسقفش، فيها صفصاف في داك المراح طويل. فاش تهنى عليه رجع لكازا، خرج ديك الجثة اللي تفاهم مع الفرملي عليها، دار الجنازة ومشى دفنو. شد شهادة الوفاة، قد الوراق. فاش رجع الحاج أمغار من الحج سمع الخبار ديال الموت ديال ولد ختو، تقبلها بلا ما يشك في شي حاجة. داز عام على الواقعة. الأرض اللي حدا كازا دخلات في المجال الحضاري. الحسن باعها بالملايير، الحسن ولا ملياردير. فاش الله بغا يفتحو، كانوا صحاب الباراشيت كيترينيو تما حدا ديك الدار المهجورة. واحد منهم نزلت بيه الباراشيت في المراح ديال الدار اللي محبوس فيها عثمان.
شدات الباراشيت الصفصاف وهو طاح في المراح. جات الوقاية المدنية وجاو الجدارمية، لقاو السيد موسخ واللحية خداش. سولوه اش كدير هنا؟ قال لهم انا سميتي عثمان، كنتسنى ولد عمتي الحسن يجيب ليا العروسة، مسكين ناقص في عقلو. شكون تيعطيك تاكل؟ قال لهم عمر. شدو عمر العساس، قال لهم الحسن اللي موصيني نوكلو وما نخليش يخرج، قال لي راه خطر الا خرج وكيخلصني. تبعو خيوط القضية والبحث وشدو الحسن هو والفرملي وحجزو ليه على الاملاك ديالو كاملة وطلقوا العساس براءة. وعثمان رجع عند خالو امغار في كازا. وهكذا نكونوا سالينا القصة ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ودعمونا باللايك والاشتراك وبشي كومونتير زوين. دمتم في رعاية الله.